السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ رجعنا وياكم اليوم راح نسوي كيكة المبروش، كيكة جوز الهند. هاي كيكة جوز الهند، هذا جوز الهند الناعم. راح نسوي لكم من عنده كيكة صحية وطيبة وسهلة وسريعة. شنو نحتاج؟ نحتاج 3 بيضات مثل ما هاي قاعد تشوفون قدامكم، وخليت عليها شوية هيل مطحون. راح اخلطهن وهضيف عليها الكوب السكر. أنا شنو دائما مثل ما عودتكم شنو أخلي على الكيك؟ أخلي على الكيك هاي عندي هنا الأجبان الزايدة، شوفوها هاي أجبان عندي زايدة، هذا مثلث، هذا مستطيل، هاي قشطة، شوفوا هاي قيامر، هاي كلها راح أخليها بكوب الخلاط، أخلي لها شوية مي وأخلطها وأضيفها للكيكة. كلش تعطي طعم طيب وأطيب حتى من الحليب. هاي الأجبان خليت لها مي وخلطتها، شوفوها ما شاء الله ما شاء الله، راح تعطينا طبعا فالطعم ونكهة الشي مو طبيعي. نخلطها كل زين ونضيف 3/4 الكوب زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخلط هاي، ضفنا كل المواد السائلة، الحليب يعني الأجبان والبيض والسكر والزيت. خلصنا هسه راح نضيف المواد الجافة. هسه راح نبدي نضيف أكواب المبروش، هذا 1 وهذا 2، وراح نخلط. شوفوا عيوني. هسه راح نضيف مكون أخير هو يختلف عن المبروش، دقيق المبروش. هذا الكوب الثالث، احنا ضفنا كوبين مبروش، الكوب الثالث راح نضيف دقيق الرز او طحين التمين. شوفوا عزيزاتي، هسه اذا شفناها صارت شويه ثخينه نضيف شويه مي ونخلط كل زين، ونضيف قبل ما نخلط نضيف ملعقه اكل بيكنج باودر. وهذا الشكل النهائي للعجينه مالتنا. صراحه شو نسوي؟ راح ندهن القالب واراويكم شلون راح افرغها. القالب مالتنا بعد ما دهناه بالزبده كلش زين راح نبطنه بالمبروش، بس راح نبطنه بالمبروش الخشن، يعني مو هذا الناعم نفسه اللي سويت من الكيكه، لا هذا غير نوعيه، هذا خشن. راح نخلي في الطبقه كلش قويه قبل ما نضيف الكيكه، راح نخلي حتى على الجدران ونخلي يعني نلبس، نحاول نغلف القالب مالتنا تغليف كل. هذا القالب مالتنا بعد ما لبسناه خلينا طبقه من المبروش شويه ثخينه جوا بقاعده القالب، وراح نضيف عليه الخليط مالتنا. بعد ما فرغناه بالقالب راح نخليه على درجه حراره 120 بالفرن، يعني مسخن مسبقا، وان شاء الله من تطلع الكيكه. هاي الكيكه مالتنا بعد ما طلعناها، شوفوا ما شاء الله شلون حلوه وشلون الارتفاع مالتها. طبعا طعمها في الشيء ما احكي لكم، من ريحتها مبينه. انا بعد ما قصتها هسه راح اقصها واطلع لكم من عندها قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله. طبعا انا قاعد اصور وما قدرت اشكل الموبايل مع الارتفاع مالتها. كوبين جوز الهند وكوب دقيق الرز. طبعا هاي الكيكة صحية وتنفع للأمراض الحساسية، أو تنفع حتى هالشكل يعني عادية، أي واحد يقدر ياكلها. طيبة وطعمها طبعا لا يقاوم وهشة جدا. شوفوها ما شاء الله، شوفوا شو الهشاشة مالتها، شوفوها تخبل كلش طيبة، وريحتها ما احكي لكم عليها، تنفعكم حتى اذا اجاكم ضيوف. ان شاء الله تكون وصفتنا لهذا اليوم نالت اعجابكم، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك، ولا ان التقيكم بوصفات ثانية وسهلة وسريعة. تحياتي لكم.